سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا حول داك لا فيديو اللي دارتو لبنى السريع، وغادي نحاولوا ما أمكن أننا نحللوا ديك الهضرة اللي قالتها، لأنه كيتواجد فيها في داك اللايف اللي دارتو لبنى السريعة يعني بعض حقائق خطيرة وبعض الكلام اللي هو خطير جدا وبعض التهديدات مباشرة. ولاو هاد الناس الإخوان كيعطيونا بعض الأمور أو ولاو كيهددوا الناس يعني في الخط المباشر، يعني مباشرة في اللايف هما كيهددوا في عباد الله. فهذا دليل عاوتاني اللي كيزيد كيبين بأنه كاينه امور كتوقع في الكواليس اللي جد خطيره، واي واحد يبغي ليه دماغه باش انه يقلب على الحقيقه ولا يمشي يعتب حدا الدار ديالهم غادي يشرب له، غادي يقتلو، غادي يدير له شي حاجه. هذا الاخوان يعني كيتسمى تهديد قبل باش انك انت ما توصلش يعني العتبه ديال الدار او لا توصل حتى لعندهم، واخا سواء كانت النيه ديالك صافيه او لا كانت النيه ديالك فيها الخير، هما ما باغيينش هذا الشيء، كيقول لك حكا ما توصلناش. وفي هذا لا فيديو الاخوان غادي نناقشوا ديك الامور اللي ناقشتها لبنى السريعه، وغادي نناقشوا امور جد مهمه بالخصوص داك اللايف اللي هضرات عليه هاد الانسانه هادو. وكنتمناكم يا الاخوان انكم تشجعونا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، لانه بالنسبه لكم نتوما الاخوان الا درتوا لنا التعاليق واللايكات اكيد ان الفيديو غادي يوصل لبزاف ديال الاشخاص، وهذا هو الهدف ديالنا، ان الفيديو يوصل للناس اللي هما يعني كيشوفوا هاد الامور هادي وكيشوفوا هاد القضيه هادي ومتبعينها من الاول حتى الاخير، وبغينا كل شيء يشوف هاد الشيء اللي واقع دابا حاليا في اليوتيوب. المهم باش ما نطولش عليكم الاخوان، ما تنساوناش من البارطاج اكيد حتى هو، حيت هو كيساهم وكيعاون باش ان الفيديو يطلع. المهم ندخلوا مباشره بدون مقدمات الاخوان حول هذا الموضوع هذا، لان هذا الموضوع هذا مشحر ديال بصح، وبغيتكم يا الاخوان انكم ديروا يد في يد وتبارطاجيو كلشي بارطاجي، لاننا غادي نهضروا حول امور جد مهمه، امور كتخص هذا الموضوع هذا، امور يعني مازال في الميكا ديالها وخاصنا نناقشوها بالخصوص من بعد ما كنشوفوا ولا كنكتشفوا انه كاينين تهديدات مباشره يعني في اللايف الاخوان، وكاينين تهديدات يعني هذا الشيء راه امور خطيره، وهذا الشيء كيزيد كيخلي الانسان باش انه يدخل ليه الرعب. وبالخصوص يعني فاش كنشوفوا القنوات بيناتهم يعني الهضره كاينه بيناتهم، ولكن ماشي شي هضره اللي هي خطيره، وانما هضره ديال الخير، انك باغي تصالح او انك باغي دير واحد المبادره صلح. وفي نهايه الامر كتشوف واحد الانسان اللي كيهمها الامر او لا واحد الانسان اللي عايشه مع دوك الناس اللي هما كيهمهم الامر كتخرج وكتهدد فيها مباشره. مهم اخوان نبداو باول حاجه في هذا الفيديو هذا، هي كالتالي: واش لبنى هي السبب وراء الاعتقال ديال هذا السيد هذا ديال بوكريشه، او لا سعاد هي السبب وراء الاعتقال ديال بوكريشه؟ اخوان خاصكم تعرفوا بانه شحال هذه الفيديوز السابقه هضرت على اساس هذا الموضوع هذا، وقلت لكم بانه لا اساس لسعاد في هذا الاعتقال اللي وقع لبوكريشه. ومن بعد عاوتاني اكتشفنا بانه سبب الاعتقال ديال بوكريشه انه كيضر في القضاء المغربي، وكيقول بانه القضاء المغربي راكم عارفين كاين مخدم باش انه قال لك حق غادي يعطي احسن بلاصه للاخ ديالو في السجن، وبلي انه غادي يعطي 10 و20 على ود خوه. يعني هنا كيبين وكيروج بانه راه القضاء المغربي ماشي نزيه، ولكن الحمد لله حنا كنعرفوا القضاء المغربي ديالنا انه نزيه، واكيد انهم هما عارفين كيفاش يخدموا وعارفين الطريقه اللي كيستعملوها في الخدمه ديالهم. وخير دليل الاخوان انهم هما اعتقلوه، يعني جات مباشره مذكره من النيابه العامه في الاعتقال ديال بوكريشه، ما عطلوش يعني مباشره اعتقلوه، ما كاينش يعني الهضره فاش كتجي راه كتجي. مهم ولكن حنا اللي بغينا نناقشوها الاخوان، لان لبنى السريعه ناقشته في اللايف ديالها، قالت بانه دوك الناس اللي كيقولوا حق لا راه بوكريشه السبب ديالو هو انتي، خرجات وكتقول بانه علاش ما تقولوش بان السبب الاعتقال ديال بوكريشه هي سعاد. لا سمحي لي، انا غادي نقول لك يعني السبب اللي خلى بوكريشه باش انه تعتقل راه بسببك انت، بسبب ديك الثقه في النفس اللي عطيتيه انت، بسبب ديك الخرجات او انت اللي كتدعميه وكتقول لي حكا ما تخاف والو، غير خرج وقول شنو عندك، غير خرج وقول، يعني ما تخاف حتى شي حاجه. يعني شكون هو السبب وراء هذا الشيء كامل؟ وبالنسبه لها يعني الاعتقال راه كيبين كل شيء، الاعتقال كيبين السبب ديال راكم عارفين. يعني هي كانت في الاول كتحرض وكتقول ليه غير خرج وقول ما تخاف والو، انا ما قلتي والو صاحبي، قلتي غير كلمه عاديه يعني ما تخاف حتى شي حاجه وحتى شي حاجه ما غاديش توقع. وحنا دابا كنشوفوا بان بوكريشه هو تعتقل لانه بسبب كيهضر في القضاء المغربي او في القضاء النازيه. علاش؟ لان اللسان ديالو هو اللي دارها ليه. علاش؟ خاص الانسان ديما ما يهضرش يعني بالسوء حول القضاء المغربي، خاص ديما يعطيه واحد الصوره. واكيد اننا حنا كنعرفوا بان القانون يعني فوق الجميع، ما كاينش شي واحد اللي كيقول لك لا حكا لا انت اللي غادي دير، لا انت غادي نعطيك باش دير.
يعني هادشي راه ما كاينش. مهم كما قلت لكم الخوت ان بالنسبه لهاد الانسانه هذه هي السبب وراء الاعتقال ديال بوكريشه، وهي السبب اللي خلات بوكريشه باش انه يزلق ويطيح في هذه التفاهه هذه او في هذه المتاهه هذه. مهم هذا فقط مجرد توضيح لان الانسان هذه مازال كتقول بان سعاد هي السبب، وحنا كنعرفوا بان سعاد يعني الشكايات ديالها بوحدهم، وبالنسبه للناس اخرين حتى هما الشكايات ديالهم بوحدهم. كون تعتقل على اساس دوك الشكايات غادي نقولوا فعلا دوك الناس هما السبب، واكيد خاصو ينال العقاب ديالو ينال الجزاء ديالو. اي واحد دار ذنب اكيد خاصو ينال العقوبه ديالها. المهم دابا الاخوان غنمشيو لحاجه اخرى اللي ناقشتها عاوتاني لبنى السريع في اللايف ديالها، ونتمنى انكم تشاهدوا لا فيديو الاخوان من البدايه حتى النهايه، يعني يعني اي نقطه ما تخليوهاش دوز مرور الكرام، يعني سمعوا مزيان وتمعن، لانه كاين امور مازال في هذا الفيديو هذا تقريبا غادي نناقشوا شي امور يعني واضحه وباينه. دابا غادي نشوفوا واش بصح غادي تكون يعني شكايه ضد لبنى السريعه، والسبب حول علاش بالضبط ان هذه الشكايه غادي تكون، لانه كما كتعرفوا الاخوان يعني داك اللايف اللي كانت دارتو وخرجات وكانت الابنه ديالها كانت كتبكي بواحد الطريقه، كانت في الاول ما كتبكيش، كانت عاديه كتبكي بشويه وشويه بدات كتبكي بواحد الطريقه هستيريه، وخرجوا بعض الناس يعني بعض القنوات فقط يعني ما غاديش نعمم، وبعض الاشخاص يعني في التعاليق كيقولوا كيفاش ان هذه البنت هذه يعني في رمش التعيين ولات كتبكي بواحد الطريقه اللي هي هستيريه، واش وقعت لها شي حاجه، واش شنو درتوا ليها. وفي الاخير اكتشفوا بانه قال لك حكا حيتاش ان لبنى او لا شي واحد فيهم في الاسره ديال راكم عارفين ديال بوكريشه طيح البنت وكلات واحد ضربه خايبه، وداك الشيء علاش كانت كتبكي بديك الطريقه الهستيريه. واكيد انه راه غادي يتم يعني رفع الشكايه حول هذا الامر هذا. هذا الشيء كامل الاخوان حنا ما عرفناش واش صحيح ولا ماشي صحيح، هذا الشيء مجرد كلام كيتقال من طرف الناس اللي شافوا داك لا فيديو، شافوا ديك الطريقه باش كانت كتبكي البنت وخرجوا قالوا هذه الخلاصه هذه. وباش انك انت تخرج اولا حنا نخرجوا نقولوا لكم حكا راه داك الكلام راه صحيح، فلا يعقل الاخوان. حنا ما كناش حاضرين معاهم، واي واحد قال هذه الهضره هذه هو يتحمل المسؤوليه ديالها، لان الانسان يعني شي امور اللي باينه وواضحه ما كاينلاش اننا نبقاو نبقششوا فيها. راه حنا كنا حاضرين معاهم وغادي نعرفوا واش فعلا هي طاحت اولا هما اللي طيحوها، ولا كانت كتبكي على اوساس لانها هي كتألم بشي حاجه، وقيلا كانت كضرها كرشها، وقيلا كان ضرها الجوع، وقيلا كانت بغات باش انها تبدل الوضعيه ديالها، ولا كانت في واحد الوضعيه اللي هي ماشي مستقيمه. يعني شي امور اللي ممكن اننا نقولوها، ولكن باش انك تقول لي لا حكا راه طاحت البنت من الفوق وخاصكم ترفعوا شكايه، اش هاد الامور هذه وغادي يدخلوا جمعيات. فعلا الا كانوا باغي يدخلوا جمعيات ولا شي حاجه، الا فعلا كانوا هما ما كيعتنوش بديك البنت او ما كيعطيوهاش يعني الماكله ديالها، وانهم كيهملوها واللباس وداك الشيء كامل، ديك الوقيته غادي تدخل الجمعيه. ولكن حنا كنشوفوها ديما هما لابسينها وديما متهلين فيها، واخا كتخليها كتغوت يعني فاش كدير اللايفات ديالها وكتقول لها علاش ما بغيتيش تخلينا نخدموا، ولكن راه حتى هي خاصها تخدم، خاصها تخرج، وهي عارفه راسها بان البنت غادي تبرصها. علاش ما تخليهاش للعجوزه ديالها مثلا، او لا تخليها للبنات، او لا تخليها شي واحد اللي راقبها حتى تصالي اللايف ديالها، وديك الوقيته يعني داك الشيء عادي. ولكن باش انكم تقولوا حكا لا راهم هما طيحوا البنت، هذا الشيء راه ما نتفقش معكم. انا ما بينش انا ماشي من بين دوك الناس اللي قالوا هذه الهضره هذه، وكان نستغني على اساس هذا الكلام هذا. واكيد انه بالنسبه لهم واش غادي يرفعوا شي ولا ما غاديش يرفعوا، هذاك الشيء راه مازال ما كاينش شي حاجه حول هذا الامر هذا، واصلا ما كاين والو. المهم مجرد كلام كيتقال. دابا الاخوان غنمشيو لحاجه اخرى. لبنى ويسرى غادي يردوا الاعتبار ليوسف، يعني خرجت لينا لبنى السريعه في ذاك اللايف وقالت بانه اخيرا في هاد السومين هذه غادي يخرجوا، غادي يكونوا تطورات اللي غادي تشوفوها اللي غادي تخلعكم، اللي غادي تزعزعكم الاخوان. يعني القضيه هنا ديال باش انك تخرج وانت تايق في راسك بانه راه غادي يوقعوا شي حوايج يعني اللي غادي يردوا لك الاعتبار، لانه قالت لك حكا هي حقروها بزاف. فهنا غادي نشوفوا بانه غادي يكونوا شي حوايج من هنا ديك السيمانه الجايه غادي تكون يا اما غادي يخرج بوكريشه من السجن او لا يعطيوه السراح مؤقت، يا اما الاخوان انه بالنسبه لهذوك الناس ولا دوك الاشخاص اللي كيهضروا حول هذا الموضوع هذا واللي وركوا عليهم واللي كيفتحوهم غادي يضربوا لهم القنوات ديالهم، او لا غادي يهضروا على اساس او لا غادي يكون السبب وراء هذا الشيء كامل هما يحطوا الشكايات. اي واحد هضر عليهم يعني سواء بالخير غادي يرفعوا عليه شكايه. يعني هذا هو الامر اللي ممكن انني انا تخيلته وقلت مع راسي هذا الشيء اللي كاين. يعني هذا الشيء اللي غادي يديروا يا اما حمله ديال السينيالات، اما غادي يمشيو للقنوات ديال الناس ولا الاشخاص، لانه قالت لك هي حكا هذا اليوتيوب من بعد سيمانه تقريبا غادي يولي خالي من دوك الاشخاص اللي كيهضروا في هذا الموضوع هذا.
وقالت لك غادي يبقاو دوك الناس فقط زوينين، وغادي يبقى قالت لك المنصات اللي هما نقيقيين. انا ما عرفتش شنو هما دوك المنصات اللي كتقول عليهم هي نقيقيه واللي كيسبوا فيها وكيشتموا وكيقولوا شي حوايج ولا شي امور كيناقشوها من تحت السمطه لتحت الاخوان. يعني بلا ما ندخلوا للتفاصيل ديال التفاصيل راكم عارفين بالضبط علاش هضر وعلاش بالضبط كنهضر، وكنخلي يعني كاين بعض الناس فيهم حتى هما اللي كيهضروا بالاحترام هذوك الناس بوحدهم، ولكن كما قلت لكم اي واحد عنده قناه وعنده يعني حتى هو الراي ديالو اكيد يمكن يبارطاجي مع اي واحد. وبالخصوص انكم نتوما حطيتوا يعني الامور الشخصيه ديالكم في السوشيال ميديا، فكونوا على يقين ما تسناوش خير. اكيد انه غادي يكون واحد الشخص غادي يدافع لكم، واحد الشخص اخر غادي يكون ضدكم، واكيد انه غادي يكون واحد الشخص اخر ما هو ضد ما هو معكم. يعني اكيد غادي تكون اختيارات، ولكن غادي تكون اختلافات في الاراء ديال الناس وكل واحد حر في الراي ديالو. المهم الاخوان كما قلت لكم هذا الشيء اللي غادي يوقع بالضبط، يعني قالت لك هي ما حدها ثقه في راسها، وقالت لك بانه غادي يوقعوا تصورات ملحوظه واكيد انه غادي يردوا الاعتبار ريوسهم، فهذا دليل على انه غادي توقع شي حاجه. وكما قلت لكم يا اما القنوات ديال دوك الاشخاص اللي كيفضحوهم غادي تمشي، يا اما غادي يرفعوا عليهم شكايات، يا اما غادي توقع شي حاجه اخرى بلي ان بوكريشه غادي يخرج، يعني يعطيو الصراح مؤقت. واكيد انه غادي يكونوا شي امور مازال منها القدام، غادي يكونوا شي امور اللي هي مختلفه اللي مازال غادي نكتشفوها الاخوان. فلهذا ما كاينلاش حنا نزربوا ونخرجوا الخرجات ديالنا ونقولوا اشنو كاين. المهم دابا الاخوان غنمشيو لواحد الحاجه جد مهمه، واحد الحاجه اللي صراحه هي خطيره جدا، ولينا كنشوفوا ان الانسان ولا كيهدد واحد اخر في اللايف في المباشر. خطيره هذه الخطوه هذا الاخوان، ان الانسان يقول لك في المباشر باللي راه انا الا جيتي لعندي راه غادي نصفيها لك، راه تهديد بحد ذاته، يعني مباشر، يعني مباشره كيوجهها لك. ومن حق داك الانسان اللي وجهوا ليه هذا التهديد هذا يرفع عليهم شكايه وتابعوهم قضائيا، لانه راه صافي ما حد لنا الانسان خرج وقالها لك فاس، راه عول عليها. يعني دير شي حاجه ولا دوز غير حدا دارهم مثلا، تجيب غير صدفه وتستي حدا الدار وشافوك، ممكن يصفيوها لك. يعني راه هي هذه. بالنسبه للاخوان شنو قالت لنا لبنى السريعه، يعني هددات حوريه. كما كتعرفوا الاخوان ان حوريه اللي صراحه وقعت لها واحد الانهيار بالخصوص بعد ما شافت هذا التهديد هذا من طرف الانسانه، وقع لها واحد الانهيار عصبي وتم النقل ديالها للمستشفى. ومازال لحد الان الاخوان مازال ما عرفتوش هي فاقت من الغيبوبه ولا ما فاقتش، لانني ما دخلتش لعندنا القناه. المهم اي حاجه وقعت لهذا الانسان هذه غادي نبارطاجيها معكم، لان حتى هي قالت بغات باش انها تدخل بخيط ابيض او لا باش انها تدخل بالصلح. ولكن حنا كما كنعرفوا ان القضيه يعني وصلت للقمم ديالها، وصعيب ان الاشخاص هذو يكون عندهم او يكون بيناتهم الصلح، بالخصوص ان كل واحد فيهم هز الهم من راسو. علاش؟ لان بالنسبه لسعاد هي كتقول بانه راه كاينه زي محارم، وبان هي شاكه في بوكريشه، وبانه كاينه امور اخرى ومازال شكايات يعني ضد بوكريشه. وكيفاش بغيتوا ان هاد الناس هادو، واحد الانسان هو عاطيك وقال لك حكا في شحال ديال الامور، وبلي انه خرج الاسرار ديالك وخرج بعض الامور اللي هي خاصه وما خاصهاش تخرج، انه يجي واحد النهار باش انهم يتصالحوا، راه شي حاجه اللي هي امبوسيبل. هادشي حنا كنهضروا بالمنطق، ما كنهضروش بشي حاجه اللي هي الرموز او نقول لكم شي حاجه شي حوايج اللي ما يمكنش لكم انكم نتوما تفهموها. انا كنهضر لكم بواحد الطريقه سلسه، واحد الطريقه اللي ممكن ان اي واحد يفهمها. هاد الناس راه صعيب انه امبوسيبل كاع يكون واحد الصلح بيناتهم بجوج. هادشي راه عارفينه بوان فينا، لا ما يجيش شي واحد يقول لا حكا باغي يدير فيها بطل وغادي يمشي باش انه يتصالح ولا يديروا شي حاجه. في الاخير غادي يوقع لك كيما وقع لهاد الانسان هذه اللي بغى باش انها تصالحهم. في الاخير شنو كانت رده الفعل ديال لبنى؟ قالت لي هاي لا وصلتي او لا عتبتي يعني باب الدار، اكيد انني غادي نقطع لك رجليك وغادي نرجعهم كفته. شنو مازال كتسنى؟ يعني راه دار تهديد مباشر، تهديد بكل الصفات. يعني هذا الانسان هذا راه غادي يصفيها لك، كيف بغى يشوفك راه غادي ينتفك، غادي يشرشمك، غادي يدير فيك كفته، ولا غادي يدير فيك الصوصيط، ولا يدير فيك شي حاجه ويطيبك ويلوحك. يعني هذا بحد ذاته راه تهديد، وتهديد خطير. وبالخصوص ان هذا الانسان هذا باللي هددات وصلت لواحد المرحله ديال انها دخلت لغيبوبه. المهم اخوان سمحوا لي واخا طولت عليكم، مازال ما يتقال، يعني مازال الكلام، واكيد ان هذا الموضوع هذا مازال فيه بزاف ديال الامور. غير انا كنحاول ما امكن انني نختصر ونهضر في شي امور اللي هي منطقيه واللي ممكن انكم نتوما بغيتوا كتقلبوا عليها وكتبحثوا عليها. ولكن الاخوان خاصكم تشجعونا باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم، سواء كانت ايجابيه او لا سلبيه، فمرحبا باي واحد باغي يعطينا التعليق ديالو، لان الاراء ديالكم كتهمنا، واكيد سواء كان ايجابي ولا سلبي راه كيهمنا.
يعني اي واحد ما يقولش بلي انه راه حق هذا الانسان هذا كاع التعليق ديالو راه زايد ناقص، لا، غير كتب اي حاجه كتب شي راه مزيانه. المهم اخوان سمحوا لي خطوات عليكم في هذا الفيديو، نتمنى انني وصلت لكم الميساج يعني واضح وباين، ونتمنى انني عطيت تحليل حول ذاك اللايف اللي صراحه 30 او لا 30 دقيقه تقريبا اللي شفت فيه، وعطيتكم التحليله ديالها. ممكن انني نكمل ذاك اللايف وغادي نكمل معكم عطاي لا فيديو ولا شي حاجه. المهم اللي درتها راه غادي نبارطاجيها معكم الاخوان كيف العاده. المهم داكشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه والى اللقاء.